بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مرحبا بكم خياتي، مرحبا بكم البنات. ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تلقاكم بخير ومهنيين. في لا فيديو تاع اليوم راح نديرو مع بعض كسر الرخسيس بمقادير مضبوطة تجي تقرمش كيما الكاطو طرية في نفس الوقت والبنة خيالية. خياتي راح نضيفوا لها واحد المكون راح يعطيها التحميره هذه ويعطيها واحد الطراوه والهشاشه. وقبل ما نروحوا خياتي لا فيديو تاعنا والوصفه تاعنا اليوم، نتمنى تدعمونا وتشتركوا في القناه وديروا لنا جام وتعليق رائع كيفكم، ونبداو على بركه الله مع الوصفه. وهنا خياتي انا راح ندير 4 خبيزات تاع الكسره، كل خبزه راح نحط لها 2 كيسان تاع السميد يكون رطب والله متوسط، المهم ما يكونش خشين. وهنا الكاس خياتي ما تعمروش بزاف، ديروه ممسوح باه تجيكم الخبزه مليحه ما تجيكمش كبيره بزاف. كل خبزه نحطوا لها ملعقه تاع الملح، نرشوا عليها شويه سينوج ونزيدو نرشوا عليهم شويه جلجلان، نخلطو مليح ومن بعد نضيفو هنا الكاس تاع الزيت، نحطو كاس زيت، نزيدو نخلطو الزيت هذاك مليح، ندخلوه مليح في السميد، ومن بعد باه نحطو الخميره. ما تحطوش خياتي الخميره مع الاول وتحطو فوقها الزيت، على خاطر الزيت راح يبطل المفعول تاع الخميره، ينقص المفعول تاعها. لازم نحطو الزيت اولا ومن بعد نخلطوه مليح في السميد، ندخلوه مليح في السميد، ومن بعد نضيفو الملعقه تاع الخميره، خميره الخبز اكيد. هنا نضيف المكون اللي قلت لكم عليه اللي راح يعطيها الكسرة هذه التحميرة ويعطيها واحد الخفة هايلة، ملعقة تاع الحليب بودرة. ضيفوها خياتي وراح تشكروني بزاف على الوصفة هذه. نضيفو الملعقة تاع الخميرة، خميرة الخبز، ونزيدو نضيفو ملعقة تاع السكر. الملعقة تاع الحليب هذيك خياتي راح تعطينا الكسرة تاعنا واحد الهشاشة وواحد الخفة هايلة. نضيف كاس تاع الماء حطيته فوق الخميرة هذيك باه دير تتفاعل، ونضيفو الكاس الثاني ونزيدو الكاس الثالث. هنا ضفت 2 كيسان وبديت نلم في العجينة تاعي، لقيتها شوية ناشفة، نزيدو نضيفو الكاس الثالث وما نكملوش كامل. وهنا خياتي نزلت ضفت الكاس الثالث، راني نحط فيه ونخلط مليح. هنا في الاخر خياتي ما تسربوش تحطوا الماء بزاف سينون تجيكم العجينه مطلوقه بزاف، حطوه بشويه برك. مع الاول حطوا 2 كيسان هذوك على بعضهم، والكاس الثالث هذاك حطوه بشويه برك. نخلطوا العجينه مليح تدخل في بعضها ونلموها مليح. وهنا خياتي بعد ما لميت العجينه تاعي نجيب كيس بلاستيكي ونحطها فيه ولا نغطيوها به برك، نخليها ترتاح واحد النصف ساعه ونرجع معاكم ونكملوا العجينه تاعنا. وهنا خياتي بعد ما فاتت نصف ساعة هذيك أنا حطيت الطاجين تاعي يسخن. أنا الطاجين تاعي تاع الطين ماشي تاع الحديد، هذوك تاع الحديد ما تحطهمش يسخنوا قبل بزاف باسكو يزربوا يسخنوا، مي تاع الطين ما يزربوش يسخنوا، لازم تحطوه درك بعد كي بديتو تخدموا فيها. حطيت الطاجين يسخن ومن بعد جيت نخدم في العجينة تاعي، نقسم العجينة تاعي هذيك على 4. أنا جاوني هنا 4 خبزات، هذيك الكمية دارت لي 4 خبزات، يجيو خبزات ملاح ما يجيوش صغار. نبدأ نخدم في الخبزات تاعي هاذوك، نعجنها شوية هكذا ومن بعد نبدأ نعدل فيها، نخدمهم كامل بالطريقة هذه ونحطهم يرتاحوا ليه، ومن بعد نبدأ نخدم بالوحدة.
وهنا خياتي بعد ما كملت عدلتهم كامل نبدا نجبد بالوحده ونحلها بالحلال. وهنا الطاجين تاعي خياتي وحطيته يسخن، لازم تخليو الطاجين يسخن مليح، سيرتو الطاجين تاع الطين لازم يسخن مليح فوق ربع ساعه، على خاطر كل ما تخليوش يسخن مليح وتحطوا الكسرة تاعكم وطول فوق وما تزربش الطيب راح تيبس معاكم. لازم خياتي تخليوه يسخن مليح. مي الطاجين تاع الحديد اكيد ما راحش يطول، كي تحطوه يسخن يزرب يسخن. هنا بعد ما كملت حليتها راح نحطها في الطاجين ونمسح عليها بيدي هكذا باه يتطرصاو فيها الخطوط هذوك تاع الطاجين وطيب تحميره مليحه، يجي الشكل تاعها مليح. شوفوا الشكل تاعها يا خياتي كيفاه جات. هنا بعد ما طابت شويه، هنا راني سرعت شويه في الفيديو، طولت شويه هكذا واحد الدقيقه باه تحمرت هكذا. قلبتها وزدت ثقبتها ونزيد نعقب عليها الأداة هذه باه تجي التحميرة تاعها تحميرة وحدة ويتطرصاو الخطوط هذوك تاع الطاجين فيها وتجي الشكل تاعها مليح. وهنا خياتي نزيد قلبتها، داك نزيد نطيب الكوطي هذاك اللي بديت به مع الاول، نخليها حتى طيب مليح باه نزيد نقلبها ونبقى بالاداه هذه باه تجي التحميره تاعها تحميره وحده، ماشي جهه طيب بيضه وجهه حمراء. هنا طابت داك نزيد نحمر الكوطي الاخر هذاك مليح ونحيها. الاداه هذه خياتي تعاون بزاف طياب الكسره وتجي شكل واحد ولون واحد. كون ما الأداة هذيك تجي جهة بيضاء وجهة حمراء وتبقاي تحركي فيها من جهة لجهة. شوفوا الشكل تاعها خياتي كيفاه جات هايلة هايلة واللون تاعها هايل. هذه كاطو خياتي ماشي كسرة، طرية طرية ما عندي ما نقولكم عليها. جربوا خياتي الوصفة هذه والله ما راح تندموا عليها. شوفوا الشكل تاعها كيفاه جات. أنا على بالي الوصفة هذه راح تعجبكم وتعتمدوها وتقيدوا بالمقادير تاني اللي عطيتكم هادو. نزيد نقسم معاكم الدوزيام هذه تاني. والصورة خياتي ما عطيتهاش حقها، لونها هايل هايل. شوفوا خياتي كيفاه جات طرية، والله الوصفة هذه هايلة والتصوير هذا ما عطاش الكسرة هذه حقها. كي تشوفوها قدامكم اللون تاعها أفضل من هذا والطراوة تاني. خياتي جربوا الوصفة وإذا كان عجبتكم لا فيديو تاع اليوم وعجبتكم الوصفة ما تنسوش تدعمونا باشتراك وجيم فضلا وليس أمرا، وديروا لنا تعليق شباب كيفكم. وإلى اللقاء مع فيديو جديد إن شاء الله. سلام.